إحنا بعيد أوي يا جدعان، إحنا بعيد أوي، يعني النادي الأهلي حاليًا بعيد أوي، مش بعيد في النتيجة، يعني إن أنت تخسر من الترجي 1-0 في رادس، دي نتيجة مش بعيدة إن أنت يعني تقدر تعوّضها في القاهرة إن شاء الله، ممكن تعوّضها، وارد جدًا، وده الاحتمال المفروض يعني الأقوى، بس الأهلي بعيد جدًا عن المنطق، يعني سواء إداريًا أو فنيًا الفترة الأخيرة في حاجات كتير، يعني إداريًا طلع صحفيين أهلاوية الفترة الأخيرة محسوبين على النادي الأهلي بأخبار بتقول لك إن الثورة أو الثورة اللي هتحصل المفروض يعني في النادي الأهلي بناءً على بيان الكابتن محمود الخطيب تشمل إن زكريا ناصف هو اللي ييجي مكان محمد يوسف كمدير رياضي، إن وليد سليمان ييجي مساعد لمدير الكورة عشان يتم إعداده كمدير كورة للمستقبل. إن لجنة التخطيط تتلغى ويبقى في بقى عودة للجنة الكورة، فاكرين لجنة الكورة؟ يعني الكيان القديم ده اللي هو تطوّر للجنة التخطيط، فإحنا هنشيل التطوّر ونرجع للأصل اللي هي لجنة الكورة، ويبقى فيها الخطيب بقى وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ ومختار مختار والناس الحلوة دي. فإحنا كده بعيد أوي عن المنطق، يعني مش عارف هم الصحفيين الأهلاوية دول طلعوا بالكلام دوّة كبالونة اختبار، يعني شوفوا رد فعل الجمهور عامل إزاي، هي يعني مش بالونة اختبار دي أنبوبة بوتاجاز يعني بصراحة يعني. أو بابور جاز بتاع زمان ده، بيحدفوه في وش الجمهور، عشان لو ده التطور وده التحديث ودي الثورة، يبقى إحنا كده يعني بعيد أوي، أوي، أوي عن المنطق يا كابتن بيبو، ده إداريًا. فنيًا اللي حصل امبارح من توروب المدرب اللي هيجنني يعني إن شاء الله قريب، ده بعيد أوي عن المنطق، يعني هو توروب عمل كارثتين في المباراة امبارح، يعني المباراة لا تستدعي هذه الكوارث. وخلّى الترجي يفوز بالمباراة وهو مش جاهز، يعني أنا قُلت في آخر فيديو إن الترجي مذبذب أو متذبذب في المستوى الفترة الأخيرة زي الأهلي، بس يمكن هو أكتر من الأهلي شوية عشان لسه ماسكه مدرب ما بقالوش شهر باتريس بوميل، فالترجي مش جاهز، فوهو مش جاهز بيكسب الأهلي بصفقاته، ببابا غنوجه، بتاريخه، بخبراته، إزاي؟ وهو بقى له فترة كبيرة جدًا الترجي أصلًا ما سجّلش أهداف في الأهلي في رادس، فيكسب الأهلي في رادس بعد فترة طويلة، فده بيقول لك إن الأهلي فنيًا بعيد كمان عن المنطق، ونخش في الحاجتين اللي أنا واقف قدّامهم، اللي بيقولوا لك يعني في حاجة غلط يا تُرُب، في حاجة غلط يا وليد صلاح الدين، في حاجة غلط يا لجنة التخطيط ولجنة الكورة ولجنة الحبظرميط ولجنة حقوق الإنسان في النادي الأهلي، في حاجة غلط. الحاجة الأولانية كوكا، كوكا أنا كنت اتكلمت في فيديو سابق وقُلت يعني هو المفروض تورو بيلعب على الجانب النفسي والمعنوي عند كوكا، ده لو هو عنده جانب نفسي ومعنوي هذا اللاعب الجميل. ويلعب على هذه الجزئية إن هو في كأس عالم جاي وحسام حسن مقتنع بيه بشكل أو بآخر، يعني ممكن لو لعب كوكا حسام ياخده المنتخب، فتورو بيلعب على الحتة ديّة ويحاول يزقه في التشكيل الأساسي ويطلّع ديانج ومش عارف إيه، أنا قُلت الكلام ده من قريب، بس يمكن أنا غلطان إن أنا قُلت الكلام دوّة، أنا كانت حساباتي معنوية بحتة وقُلت يمكن المعنوي يجيب الفني. طيب يعني هو كوكا امبارح طبعًا قدّم أداء مُزري في نُص الملعب، واللي أنا واقف قدّامه إن تورو بيدفع بكوكا في في مركز 6 أساسيًا قدّام الترجي في ماتش مصيري زي ده في رادس، لأول مرّة من فترة طويلة جدًا كوكا بيبدأ أساسي أصلًا، دي من ناحية، ومن الناحية التانية إن كوكا بيلعب على حساب مين؟ على حساب مروان عطية، اللي أنا شايفه أجمد بكتير من ديانج، ديانج بيعمل لنا إيه يا جدعان؟ حد يخش يقول لي في التعليقات ديانج بيعمل إيه للنادي الأهلي الفترة الأخيرة دفاعيًا وهجوميًا، وأنا بصراحة واقف قدّام اقتناع تورو بديانج الفترة الأخيرة، يمكن هو معجب بإمكانياته البدنية، يعني هو ديانج ما عندوش فنيات، وشُفنا امبارح يان ساس سرقه إزاي في كورة كان هيجيبها جون، وفي كور كتيرة جدًا لو أنتم مركزين مع ديانج يعني ومع تحركاته، في كور كتيرة جدًا ديانج بيبقى كسول إن هو يرجع يغطي في منطقة الجزاء فيها، وممكن يعني تكلف الأهلي أهداف في ماتشات كتير، فاللي أنا واقف قدّامه جنب إن كوكا بيتم الدفع بيه أساسيًا عشان حالته المعنوية والنفسية قبل كأس العالم في ماتش الترجي في رادس، واقف جنب أو واقف قدّام sorry إن يبقى على حساب مروان عطية، اللي إحنا شُفنا مروان عطية بعد ما نزل الشوط التاني ال 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 الكور والكروسات والبينيات والسيروهات اللي هو بيرميها في المنطقة الأمامية مروان عطية وبتساعد الأهلي هجوميًا بشكل كبير. فديانج كونه إن هو موجود في الملعب مع كوكا
ومروان عطية برّه، ده شيء غير منطقي بالمرّة، غير منطقي في ماتش الترجي في رادس في دور ال8. لا كوكا يلعب أساسي ويتم الدفع بيه أساسي في ماتش زي ده، ولا يكون على حساب مروان عطية وديانج هو اللي يكون موجود في الملعب. دي النقطة الأولى الغير منطقية اللي أنا شايفها من وجهة نظري. النقطة التانية طبعًا هي الكارثة اللي عملها توروب امبارح، إن هو بيلعب بطريقة 4-6-0. يعني هو خلاص يعني كفر بكل المهاجمين اللي موجودين في النادي الأهلي حاليًا، وهو عنده بعض الحق في النقطة ديّة. يعني شوف الراجل مِلّته إيه. هو خرج من المِلّة بتاعته بسبب المهاجمين بتوع النادي الأهلي، أوتاكا ومحمد شريف وكامويش اللي هو المغضوب عليه من غير ما يعمل حاجة. باي ديفولت كده هم جابوه عشان يعذبوه. قلت لكم الكلام ده من شهر او اكتر، قلت لكم الاهلي جايب كاموش عشان يعذبه. فهو تورب خلاص كفر بالمهاجمين دول، فهو نازل امبارح 4-6-0. يعني انت عندك الاثنين اللي في قلب الملعب اللي هم المفروض مهاجم مثلا وشادو سترايكر، امام عاشور وزيزو، والاثنين محسوبين على نص الملعب اكتر ما هم محسوبين كمهاجمين. طبعا يعني امام عاشور نص ملعب، يعني هو كان بيلعب في الزمالك بوكس تو بوكس، وفي الاهلي كان بيلعب 8 او 10. زيزو بيلعب اوقات كتيره جدا 10، وهو محسوب على الناحيه اليمين، الوينج اليمين او الميدفيلدر اليمين، فهو محسوب على نص الملعب بشكل او باخر. فالاثنين اللي انت حاططهم في قلب الملعب كسترايكر وشادو سترايكر الاثنين نص ملعب، فانت بتلعب 4-6-0. مفيش مهاجمين قدام وفي 6 في نص الملعب. طيب هل دي المشكله؟ لا مش المشكله. مش المشكله خالص. يعني انا قلت ان هو عنده بعض الحق ان هو يعني خلاص ما يلعبش بمهاجمين الاهلي تاني، ويقول للاداره في رساله كده ان انتوا ما بتعرفوش تجيبوا مهاجمين وما بتعرفوش تجيبوا لعيبه اصلا. المشكله عندي ان انت ازاي يبقى عندك بن شرقي وعندك زيزو. زيزو هو اللي يكون اللعيب اللي في القلب، وبن شرقي هو اللي في الطرف، في الطرف اليمين تحديدا، في الوينج اليمين تحديدا، وزيزو هو اللي يكون في القلب. ده انا واقف قدام دي كده انت فشخت المنطق. تورب فشخ المنطق حرفيا في هذه الحركه وهذه التغييره اللي عملها في التشكيل. العب يا عم 4-6-0 بس خلي بن شرقي هو اللي في القلب. بن شرقي شفناه بعد الدقيقه 60 لما اتحرك هو للقلب وزيزو راح الوينج، شفنا الخطوره بتاعت الاهلي. بن شرقي شاط بقى، بدا يشوط على الجون وحارس المرمى بشير بن سعيد طلع كرة من بن شرقي، وزيزو لما راح على الوينج اليمين رفع لامام عاشور وطلعها برده بشير بن سعيد. بدانا نشوف يعني هجوم الاهلي بيعمل حاجه. وفي الوقت اللي احنا بدانا نشوف فيه هجوم الاهلي بيعمل حاجه، بعد الدقيقه 60 راح ساحب بن شرقي من الملعب. هل ده يعقل؟ يعني ايه اللي بيحصل في الاهلي ده يا جدعان؟ فين المنطق؟ يعني ليه الاهلي فقد المنطق، منطق الاشياء؟ والله بجد ليه احنا وصلنا للمرحله ديت؟ انا ما عنديش مشكله الاهلي يخسر 1-0، بس العب بشكل منطقي. ما عنديش مشكله ان انت عايز تعمل ثوره ويعني تجيب عليها وطيها في الاداره. ده انا بطالب بكده من زمان، بس الثوره ما ترجعناش 20 سنه ورا. وتقول لي لجنه الكوره راجعه ومختار مكمل وزكريا ناصف هو اللي هيكون مكان محمد يوسف، وليد سليمان بنعده كادر للمستقبل. وليد سليمان ايه اللي بتعده كادر للمستقبل؟ احنا لسه يعني بنعمل يعني عارف اللوبينج. يعني الحاجات بتتكرر، الاشياء بتتكرر في النادي الاهلي، المنطق المخروم بيتكرر وبنستنى نتائج جديده. فحاجه غريبه جدا من تورب ان هو يلعب بهذا الشكل، يعني سيبك من 4-6-0 بهذا التشكيل، ان بن شرقي هو اللي يكون الوينج اليمين وزيزو هو اللي يكون موجود في القلب. ليه؟ مستني ايه من زيزو في القلب؟ ان هو يكون الاسترايكر بتاعك. مستني ايه بقى حتى برضو من امام عاشور ان هو يكون الاسترايكر بتاعك؟ امام عاشور اصلا بقاله فتره من بعد الايقاف اللي حصل له دوت واعلان العقوبه والسوكسي اللي خده وليد صلاح الدين على حساب امام عاشور. امام عاشور ما بقاش موجود في الاهلي تقريبا، يعني بيلعب بالشوكه والسكينه. فدول الحاجتين اللي انا واقف قدامهم بصراحه، اكتر من ان انت تخسر 1-0 وان شاء الله ممكن تعوض النتيجه في القاهره يعني. بس يعني انت حتى لو عوضت النتيجه في القاهره ده ما ينفيش ان النادي الاهلي بعيد عن حاجات منطقيه كتير الفتره الاخيره. الاهلي سيطر على اوقات كتيره جدا من المباراه، استحوذ على الكوره في اوقات كتيره جدا من المباراه، بس الترجي هو اللي كان الاخطر وهو اللي كان الاكثر تضييعا للفرص. طيب ليه الاهلي استحوذ وليه الترجي هدد الاهلي رغم استحواذ الاهلي دوت؟ الاهلي استحوذ لسببين. السبب الاولاني ده السبب الاولاني دوت ان الاهلي كان بيلعب، الاهلي اللي هو بالاحمر ده كان بيلعب كده بالشكل ده،
الأهلي لغاية الدقيقة تقريبًا 75 كان ده الشكل بتاعه في الملعب، حرف الV. الأهلي كان بيلعب بحرف الV، اللي هو ما فيش هنا الstrikers أو الshadow strikers المؤثرين الموجودين في القلب بيزعجوا لعيبة الترجي. لأ، زيزو كنت هتلاقيه مثلًا محذوف شوية يمين، إمام عاشور محذوف شوية شمال، 2 في القلب هنا كوكا وديانج، الاتنين الوينجات بيطلعوا هنا. فالأهلي استحوذ على الكورة بالشكل دوّة، يعني كان بيقعد يدوّر الكورة ما بين اللعيبة عشان اللعيبة قريبة من بعض بعيد عن مناطق خطورة الترجي. لعيبة الأهلي كانوا قريبين من بعض بالشكل دوّة، بعيد عن مناطق الخطورة بتاعة الترجي. فحصل استحواذ للكورة وتنقيل الكورة ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، والكورة توصل لنص الملعب، بعد كده تروح رايحة الناحية الشمال ومش يعني اللي هو استحواذ على الفاضي. لكن إن أنت تعمل خطورة كبيرة بعد الاستحواذ ده مش هتلاقي، يعني في الشوط الأول مثلًا ما فيش غير تسديدة كده ارتجالية من تريزيجيه. لكن إن أنت تعمل هجمات خطيرة باستحواذك ده اللي هو على شكل حرف V مش هتلاقي. ليه؟ عشان أنت القلب بتاعك مش موجود أصلًا، القلب اللي هو في التلت الأمامي مش موجود. فالأهلي استحوذ عشان كده، لعيبته كانت قريبة من بعض بعيد عن مناطق الخطورة، ده السبب الأولاني. السبب التاني إن الترجي أصلًا الفترة ديّة باتريس بومل لسه بيكتشف اللعيبة بتاعته، لسه بيجرّب، وشُفنا أصلًا يعني غيّر 2 لعيبة بين الشوطين، وفي الشوط التاني في وقت مبكر من المباراة برضه طلّع لعيب نُص ملعب، في لعيبة غايبة مش عارف إيه، في دربكة في الترجي الفترة ديّة. فأنت أكلت منه نُص الملعب في فترات كبيرة من المباراة عشان السبب دوّة برضه، إن هو الترجي لسه نُص ملعبه مش مولِّف مع بعضه، بيجرّب الراجل مش عارف إيه، وأنت مقرّب اللعيبة بتاعتك من بعضها بعيد عن مناطق الخطورة بالتشكيل الغريب أو بالرصة الغريبة اللي أنت راصصها للعيبة 4-6-0. فأنت استحوذت. ففي عز الاستحواذ دوّة برضه الترجي هدِّد مرماك. ليه؟ عشان أنت عندك المنظومة الدفاعية بتاعتك وحشة. الترجي كان بيضربك من الأطراف بكل سهولة بنظام hit and run، hit and run، اضرب واجري. الترجي كان عايز يضرب ويجري وساب لك الكورة. هو خلاص ساب لك الكورة، أنا مش عايز الكورة بس عايز أضربك، ونجح. 4 كور راح بيها الترجي لمصطفى شوبير، مصطفى شوبير طلعها من يان ساس ومن المهاجم بتاعهم الكاميروني، أعتقد كاميروني فرنسي حاجة كده، دانهو. مصطفى شوبير طلّع كذا كورة من الاتنين لعيبة دول، وكان بيضربك من الأطراف عشان أنت أطرافك أصلًا ضعيفة، بالعمري والّا محمد هاني في الشق الدفاعي وفي الهجومي يعني الاتنين ضعاف في الاتنين. نُص ملعبك ضايع، ديانج وكوكا، الاتنين الcenter backs ما بيلعبوش جنب بعض كتير، فأنت منظومتك الدفاعية خربانة. فهو نجح إن هو يضربك من خلال هذه المنظومة الخربانة في 4 كور. وفي البيلين اللي جه طبعًا كان من الطرف برضه كورة مرفوعة، محمد هاني طلع بكوعه وهو بيلين سليم 100%. لو كان البيلين دوّة لصالح النادي الأهلي، يعني لعيب الترجي هو اللي عمل كده، كنت هاقول إن هو بيلين عشان الهري الكتير، بس هو بيلين. هل هو نهاية العالم؟ الموضوع ده نهاية العالم؟ لأ، مش نهاية العالم. الأهلي إن شاء الله ممكن يعوّض في القاهرة، بس إحنا ماشيين غلط. يعني إحنا بنلوّش، الأهلي بيلوّش، فوارد إن هو يكسب الترجي عشان الترجي مش حلو أصلًا، مش بخير. والمفروض الأهلي ما كانش يخسر في رادس أساسًا. بس الأهلي بعيد عن المنطق، وطول ما أنت بعيد عن المنطق يبقى أنت على كَف عفريت، يبقى أنت سكتك ضلمة. فالأهلي في الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي فنيًا وإداريًا سكته ضلمة، وهذا لا يبشر بأي خير. أتمنى أشوف آراءكم وتفاعلكم في الكومنتات. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم قريب على خير. سلام.